عارف لما تحس إنك موجود في حياة حد بس على الهامش؟ يعني موجود بس عشان يطمن إن في حد مضمون بيحبه، بس مفيش خطوة واحدة بتتاخد ناحيتك. ده اللي بنسميه البنشنج، أو بالبلدي كده ركنة الدكة. العلاقة دي لا هي حب ولا هي واضحة، هي مجرد تصبيرة وقت الفراغ. تلاقي الشخص ده فجأة يبعت لك وحشتني أو كنت على بالي، فقلبك يطير وتفتكر إن الدنيا ضحكت لك. تدردشوا وتعيشوا حالة حلوة، وبعدين فجأة يتبخر. تبعت انت صباح الخير او تسأل عليه، تلاقي الرد سين او كلمة ناشفة تقفل يومك. الحركة دي مقصودة، هو بيرمي لك طعم كل فين وفين عشان بس يضمن انك لسه بتفكر فيه. واول ما تيجي سيرة احنا ايه لبعض، تلاقي الحجج بلقت: مشغول في الشغل، ظروفي صعبة، مش عايز اظلمك معايا. تلاقيه متابع كل تحركاتك، يعمل لايك على صورة قديمة، يبعت أغنية من غير مناسبة. وانت يا عيني أول ما يظهر الآمال بتتبني، وتنسى كل الأيام اللي سابك فيها بتغلي، وتعيش على وهم إنه أكيد خايف من الارتباط أو محتاج وقت. الحقيقة المرة إنه بيثبتك مش أكتر، هو حابب وجودك في حياته كخيار بديل. لما يزهق يكلمك، ولما تظهر حاجة تانية تشغله ينسى إنك موجود أصلا. العلامات باينة زي الشمس، كلام ملوش ميعاد، يوم فوق وعشرة تحت، وأي كلام عن بكرة بيقلبه هزار أو يهرب منه. والنتيجة إنك بتفضل عايش في قلق: هو بيحبني؟ طب أنا فارق معاه؟ طب أنا غلطت في إيه؟ الحقيقة إنك ما غلطتش في حاجة، هو اللي مش عايز يلتزم، وفي نفس الوقت مش عايز يخسرك. الحب أمان ووضوح، مش لخبطة وحيرة. الحب مش بيخلي قلبك يتوجع وانت مستني رد على رسالة بقالها يومين. لو حد مخليك دايما احتياطي، يبقى هو ما بيفهمش وما يستاهلش تكون أساسي في حياته. اللي عايزك بجد هيعرف طريقك، وهيكون موجود بوضوح مش بالقطارة. والوجع اللي بتحسه وانت قاعد مستني كلمة، ده أكبر دليل إنك في المكان الغلط. انت تستاهل حد يختارك كل يوم، مش حد يفتكرك لما يزهق أو لما الدكة بتاعته تفضى.